4 كيلو. 4 كيلو. المهم البنات جيت نشارك معكم شنو شريت من الخزين. عندي هنا اول حاجه هاد الحلفه الرقيقه، وقيله كاملين ننسى دابا غادي نشريو هاد الحلفه لان قبل رمضان كنبغيو ندوزو على القشيعات الالومنيوم. شريت هنايا هذه حبه الحلاوه يلا باش ندرك نقيها ونوجدها ان شاء الله رمضان. هنا عندي القرفه، ضروري كنحتاجو قرفه في السفوف راكم عارفين، وحتى للطياب ما بقاليش للطياب. عندي هنايا الكتان، هنا عندي غير نص كيلو، غادي ناخذ نص الكميه غادي نستعملو في السفوف، والنص ديال الكميه غادي نخليه باش المهم انا شريت هنايا بزاف الحاجات بحال السانوج، بحال هنا السانوج، وهنايا عندي هذا كيتنسى لي اسمها حب الرشاد تخيلوا نسيت اسمها. عندي هنا حب الرشاد والسانوج، ونصف كميه ديال هذا الكتان كنستعملوه في الخبز. عندي هنا النافع، وهنايا عندي هذا ايلان حتى هو كنستعملوه في السفوف. وحتى داكشي كنعرفوا البنات ان ايلان ملي كنطحنوه كيبقى شويه هذا كيبقى قاصح، فانا ملي كنطحنوه كنغربلو داكشي اللي كيشد في التغربيل كنزيدو مع هاد الحبوب هادو، هاد الحبوب اللي وريتكم لاجل الخبز، وكنرميه مع الخبز كيجي حتى هو مزيان. هنايا شريت زريعه القرعه، هذه ماشي للسفوف ولا شي حاجه، القرعه والقرقاع هادو غير شريتهم لان صراحه حاليا بادين واحد الريجيم انا وراجلي، لقينا راسنا زيدنا بزاف في الوزن في هاد الايام الاخيره، وراكم عارفين الشتوى والبرد، الانسان جالس ما كيلقى ما يعمل من غير انه ياكل، فقلنا ان شاء الله غنبداو الريجيم. هذه غناخذها معلقه في العشاء مع دانون طبيعي، كنبقى ناخذ معلقه وكنحتاجها حتى في الخبز. صافي هنايا كنت غنرمي هذا ملي كنشوف. هنا عندي الكوزه، شريت جوج ديال الكوزات وصافي هذا ما كان غنجمع هادشي. ها نتوما البنات شوفوا العشاء كيفاش رجعنا كنتعشاو. كناخذ غير هيدا دانون مسوس، وكنعمل معاه شي حاجه ديال الكركاع وشي حاجه ديال ديك البودور ديال هذه زريعه د القرعه والكتان. وصافي هذا هو العشاء البنات. دابا جيت باش نشارك معكم واحد الكيكه العجيبه، غادي تعرفوا علاش كنقول لكم عجيبه. غادي نبدا اول حاجه بالمقادير. عندي هنا 3 ديال البيضات، وهنا باش ما نعملش سكر فانيليا غادي نستعمل القشور ديال التشين او البرتقال. عندي هنا معلقه ديال القرفه صغيره. عندي هنا كاس ديال دانون هذا مسوس. وفي عود ما غادي نعمل زيت روميه غادي نستعمل زيت البلديه، هنا كاس صغير ولكن ما عامرش. عندي هنا شويه ديال الكركاع، ممكن نبدلو باللوز ولا باي حاجه، المهم انا لقيت عندي كركاع مثل الكركاع. وهنا معلقه من ديك الحبوب اللي شريت البارح، انا قلت لكم كنت شريتها غنوريها لكم. انا نقيتهم الصباح كله انا كنقي فيهم. ها هما عندي هنايا الزريعه ديال الكتان والحبه السوداء وحب الرشاد والزنجلان، ولكن اي حاجه ممكن نضيفوها عليها. بحال مثلا ملي غادي نقي حبه الحلاوه غادي نرمي فيها حبه الحلاوه، فاش غادي نقي النافع كذلك ممكن كنرمي بعد المرات حتى شي حاجه ديال الكمون. المهم هذه كتبقى اختيار، هذه كنعمل منها معلقه في الخبز فاش كنجي نعجن الخبز، ولا كنعمل ديك الخبيزات صغارين وكنعمل هادو على الوجه ديالو. المهم انا قلت دابا غنعمل شويه في الكيكه. عندي هنا واحد الخميره الحلوى. وبالنسبه للدقيق انا هاد الوصفه هذه عاده كنستعمل فيها هنا الفرينه ماشي القمح. القمح ما كيجيش مزيون في الكيكه، ماشي ما كيجي مزيون ما كيطلعش بزاف، المهم يقدر زعما الكيكه تجي مدقصه. وبما اننا ما غاديش نستعملوا السكر فغادي نحلي الكيكه ديالي غير بالبنان. غادي نوريكم الطريقه دابا كيفاش غادي نستعملوه. والبنان فاش كيطيب البنات راه كيتضاعف الحلاوه ديالو كتضاعف. هنا عندي جوج مواسطين، ممكن تستعملوا واحده كبيره اولا جوج صغارين. غنبدا اول حاجه بالبيض. بسم الله. قولوا لي واش كتبغيو هكذا الوصفات اللي كتكون صحيه. اذا بغيتو نقدر نشارك معكم بعض الوصفات داكشي اللي علمني الله وصافي انا كنقرا بزاف على التغذيه الصحيه وكيعجبني زعما تكون التغذيه ديالي صحيه، ولكن واخا هكا كنزيد في الوزن ما عرفتش علاش. غادي نضيف هنايا هاد القشور ديال التشين ورشيشه ديال الملحه.
غير شيشه صغيره ماشي بزاف. غنطربها شويه بيدي ومن بعد غادي نستعمل ديك بغا ميكسور. ما عنديش داك الطراب اللي كيخلطوا به الكيكه، فغنستعمل هذا البغا ميكسور. غنستعمل هذا باش نطلع البيض. صافي البيض ديالي ها هو ضربته مزيان، غادي نخليه على جنب وغادي ندوز دابا باش نوجد البنان. غادي ناخذ البنان نقشرو بحال هكا مباشره، غادي نعصر فوق منه الليمون باش ما يكحليش. صافي غادي نمعسو مزيان. صافي البنات من بعد ما معست هذيك البنانه مزيان بحال هذا الشكل، دابا غنضيف عليها هاد الدانون المسوس. ضفت عليها دانون اول حاجه باش البنان ما يكحليش بزاف، وثاني حاجه باش ملي نكون كنضيف بلا ما نضيف دانون بوحدو والبنان بوحدو ونبقى نخلط، غنضيف هكذا مباشره احسن. صافي غادي نخلي هنايا هاد البنان وغادي ندوز باش نكمل الكيكه ديالي. غادي نبدا نضيف دابا الزيت. هاد الكيكه صحيه، ما غاديش تعجب الناس كاملين، ولكن كتبقى الحاجه الصحيه حتى هي عند مواليها، وكاين بزاف الناس كيبغيو الحاجه صحيه وفي نفس الوقت لذيذه. دابا غادي نبدا نضيف هذاك البنان مع دانون، نضيف غير شويه بشويه. صافي ضفت ديك دانون مع البنان كله هنايا. غادي نضيف دابا هاد الحبوب. صافي غنبدا هنايا نضيف الدقيق، نجيب شي معلقه كنضيف شويه بشويه وكنخلط حتى نوصل للقوام اللي بغيت. فاش كتبقى لي شويه باش الخليط يكون جاهز عاد كنضيف الخميره هنايا. غادي نعملها كامله. وغادي نعمل حتى القرفه هذه عندي مغربله. بالنسبه للطحين هنا راه عندي عيني ميزاني، نوصل للقوام اللي بغيت وصافي. الكيكه اللي كيكون فيها البنان كنعملوها شويه ثقيله على الكيكه اللي كتكون عاديه، لان البنان فاش كيبدا يطيب كيبقى بحال كيطلق الماء ديالو والكيكه كتزيد درجه جاريه، فمن الاحسن نعملوها شويه ثقيله على القياس العادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتبان لكم بحال اللي قاصحه، هذه راه غير البنان اللي عاطي هذا القوام هذا، وفاش غتبدا طيب غادي تسرخى. المول ديالي هو واجد. صافي هنايا خويت الكيكه في المول وعاد غادي نزينها بالكركاع. ها هي دابا غنديها ندخلها للفران. يلاه شعلته ماشي بزاف، فاش كنت كنكب الكيكه شعلته يعني باقي بارد، وغادي نخليها على 170 طيب على راحتها. انا غادي نشعلها من الفوق ومن تحت حيت عندي الفران هكا كيطيب. وصافي ونرجع ان شاء الله من بعد ما دوجت. البنات ها هي الكيكه ديالنا وجدت، ها نتوما. غادي نقطعها دابا واخا باقا سخونه. الاحسن كيكه ما تقطعش وهي باقا سخونه، ولكن انا بغيت نكمل معكم الفيديو. هانتوما عرفتوا راه طباوه الشيشه، قطعتها باقا سخونه
الناس اللي كيعجبهم السكر ما غاديش تعجبهم. يمكن لكم تعملوا السكر بلاصه البانه، ماشي ضروري البانه. فيها واحد الميكس غيعجبكم. الناس اللي عزيز عليها الحاجه بلديه والحاجه صحيه غتعجبهم هاد الكيكه. ممكن تبدلوها تعوضوا السكر، يعني تعوضوا البنان بالسكر عادي. المهم شاركت معكم هاد الكيكه العجيبه. المهم حنا غادي ناكلوها، كناخذوا جوج طريفات بحال هكا في الصباح مع كاس القهوه ولا كاس الحليب، ولا حتى في العشيه بحال هكا الا جوعنا ولا تشهينا شي حاجه حلوه كناخذوا طريف منها. اللهم هادي ولا الكيكه العاديه. صافي البنات، هذا هو الفيديو ديالنا كان اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شاركت معكم هذه الكيكه البسيطه، ما كانش شي روتين طويل، ولكن ما بغيتش نطول حيت مده سيمانه هذه تقريبا ما حطيت حتى شي حاجه. اذا بقيتوا حتى نهايه الفيديو كنقول لكم باش تدعموا قناتي ودعموني، ما تنساوش اللايك والتعليق والاشتراك في القناه. نلقاو في فيديو اللي ما جاي ان شاء الله. بسلامه.